هلو متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبطبخة جديدة. بس قبل لا نبدي بالفيديو لا تنسون اللايك والمتابعة حتى استمر بفيديوهاتي وبيومياتي وتشجيعين لقناتي. حبايبي انتو، عندنا هنا دجاج مقطع ومنظف كل زين. عندنا هنا بصل، راس بصل وبتيتة وفص ثوم. قللوا من الثوم على مود الزفرة بالدجاج. عندنا هنا نومي، عندنا ورق غار، عندنا ماجي، عندنا كاري، عندنا بهارات دجاج، وعندنا كركم، عندنا فلفل اسود. نقطع البصل والبتيتة. قطعنا البصل والبتيتة بهذا الشكل. تعالوا خلينا نكمل طبختنا. نخلي القدر على النار ونخلي القليل من الزيت. خلينا هيك قليل، كلش قليل. هو تشريب شو اسمه الدجاج يذب زيت، فاحنا نحط قليل من الزيت ونذب البصل. سويته بهذا الشكل شرائح شوية، خليه ياخذ له حمسة البصل ويا الزيت، ونهلا نذب البوتيتة. بس دبل عندنا البصل بهاي الطريقة. نضيف البوتيتة، نطغيها شوية حمسة ويا البصل والزيت، ودور نضيف الدجاج والبهارات. بنات رح تضيفهم الدجاج شوية حمسة الدجاج، تاخذ لها حمسة وأذب البهارات. بنات جربون هاي الطريقة كلش طيب. بنات هنا عندي أخذ الدجاج شوية حمس، أخذ شوية حمار، رح أضيف البهارات. أضيفهم شوية، هم أحمسهم وأضيف المي عليهم. هيك حبايبي البهارات تكون متلابسة ويا الدجاج شوية، ونضيف المي عليه على ما شوية البهارات تاخذ النكهة مال الدجاج. وهنا نحمس عندي كل زين، نضيف المي. نجيكم نغطي الدجاج مهلا يستوي عندنا. بنات ما نضيف بهاي المرحلة، ما نضيف ملح. الملح يلزم الدجاج، يلزم يخليه ما يستوي شوية على ما يفور ياخذ شوية سوا. نضيف الملح. هسه نعليه بالبداية، نعلي النار على ما يفور شوية، نقلل النار. شوفوا بنات هسه فار عندي شوية، ونقلل النار عليه. هلا تقرض عندنا وتستوي، والدجاج ياخذ النكهة مال البهارات، وثردن وكلن ويا راس بصل وراس فجيل وخضورات، وتخبل وتجنن. تعال بس ونسن على هذا الثريد كلش طيب والله. احنا دائما هيك نسوي، بس احنا نسويها ثخينة، كلش ثخينة. وهنا بنات قرض عندي التشريبي بهاي الطريقة. دورة نضيف الملح. بنات الملح حسب الرغبة، تحطون هون شوية بكيفكم. احنا ما نحب كلش مالح، نحبه هيك طبيعي. صار بخار على الكاميرا. وهيك بهاي الطريقة